جديد. 3 أندية سعودية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. في كوريا خسر الهلال، وفي إيران تعادل الأهلي، وفي جدة فاز الاتحاد. الظاهر كل ما نبعد نخسر، خسرنا تعادلنا بعدين فزنا. خلينا نشوف هذه القراءة للزملاء في فريق الإعداد عن هذه الجولة. مشاركات آسيوية وعربية خاضتها الفرق السعودية اليومين الماضيين، وتفاوتت فيها النتائج والمستويات. آسيويا وفي دوري الأبطال كان فريق الاتحاد الرابح الأكبر في هذه الجولة بين الأندية السعودية بعد فوزه ب4 أهداف مقابل هدفين على فريق غوانزو الصيني، وهي نتيجة قد تسهل انتقاله للمرحلة الثانية عبر مباراة الرد في الصين. الأهلي هو الآخر حقق نتيجة تعتبر في عرف الذهاب والإياب جيدة للغاية، فتعادله السلبي مع مستضيفه سيبهان أصفهان الإيراني سيريحه كثيرا في مباراة العودة في جدة. الهلال حقق أضعف النتائج السعودية بخسارته في كوريا أمام أولسان الكوري بهدف وحيد، وهي نتيجة يقدر الهلال على تعويضها وتجاوز الفريق الكوري في الرياض. في كأس الاتحاد الآسيوي وضع الاتفاق قدما في دور الأربعة بعد تحقيقه فوزا مهما على مستضيفه أريما الإندونيسي بهدفين دون مقابل، وبانتظار إكمال ما بدأه في مباراة الإياب في الدمام. عربيا برز نجم الفتح في أول إطلالة خارجية عندما عاد من الكويت بفوز ثمين على الجهراء الكويتي بهدفين مقابل هدف. لوحة سعودية رياضية تنتظر الاكتمال في مواجهات الإياب لتبدأ الكرة السعودية في استعادة شيء مما فقد. طبعا الاتفاق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي